بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. قل ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صاغت الأقنعة صاغت الأقنعة والناس اللي كانوا في الجحور الذين لا يخرجون إلا ساعة المصائب والكوارث يزدادوا فسادا في الأرض ويعيشون فسادا في الأرض. هؤلاء الجرذان الذين لا يخرجون من جحورهم إلا في أوقات الناس اللي بيستضيفوا المال العكرة، وناس هم مصريين ولا هم باصين ولا أي شيء. صارت الأقنعة، وفي هذه الحلقة سنوضح حقائق كاملة بشأن الشعب المصري وموقف من زعماء معينين. هنقول الحقيقة كاملة من وجهة نظر التاريخ لا يكذب. هنشوف بقى مسألة عبد الناصر والسادات وعبد الناصر، مقارنة بين الخير والشر، الحق والباطل، الإيمان والفسوق، والنتيجة إننا في النهاية سنخلص إلى نتيجة إن ننصف الناس اللي هي ننصف الحق ونظهر الحق ونزهق الباطل. طبعا السادات وعبد الناصر دي مسألة يعني أعتقد إن هي أساس كل شيء في الكوارث والانتكاسات وكل شيء التي في النهاية والتي يعض بها التاريخ. التاريخ بيقول كلمته بإنصاف وبدون أي مواراة أو مجاملة أو كذا. نشوف ننصف الناس اللي هم في مسألة الفارق بين الدكتاتور عبد الناصر والرئيس السادات. نشوف مثلا يعني أنا عايز أقول حاجة، إن الناس اللي هم بعد السادات ما اتقتل وقتيل بشار بموقفه، خاصة بشار بموقف هؤلاء الناس، وخاصة حسين هيكل، محمد حسين هيكل، وبعض الجرذان الأخرى الذين لا يخرجون من جحورهم إلا في أوقات الفتنة لكي يعني يزدادوا طغيانا في الأرض، محمد حسين هيكل وفي ناس تانيين. مشابه موقفه من هذا هيكل بالنسبة للسادات، مشابه موقفه الابن العاق. يعني شوف التاريخ بيقول ايه بالنسبة لعبد الناصر والسادات. يعني هقول لك حاجة من المفارقات التاريخية، إن عبد الناصر والسادات اتولدوا في سنة واحدة 18 الاثنين دخلوا الكلية الحربية. والفارق الرهيب والقوي جدا بين الرجلين، راجل عبد الناصر ده يعني مش يعني الناس طبعا هيزعلوا كده، يا عبد الناصر بقى بتاع الفلاحين والزعامه والمقاومه العربيه، دي كلها شعارات واشياء تحطمت سنه 67 وذبحت على مذبح النكسه. النكسه اللي هي بيت هذا الشعراوي عندما سجد لله شكرا على النكسه، ده بيبين الناس اللي هم فاهمين موقفهم من النكسة اللي هي أصلا يعني فعلا كانت رغم آثارها الرهيبة لكن كانت مكر الله بالنسبة لعبد الناصر. هي الأخطاء التاريخية الأخرى، مثلا حاجة زي بناء السد اللي بعد مرور 10 سنين بقى السد العالي. بعد مرور 10 سنين تبين أن هذا المشروع جاء بالخراب والدمار على الشعب المصري اقتصاديا وكل حاجة. برضه يعني ولما حصل 56 حرب 56 العدالي بقى قالوا انتصارنا وان يعني ده كلام يعني في ناس مش فاهمه، وانهم بيستغلوا سذاكر الشعب يضحكوا عليه. يعني فيها 56 دي يعني اصل الحكايه ان بدون يعني مش عايز اتكلم، لكن انا بقول ان حرب 56 اللي قالوا فيها انتصارنا كان اصلا يعني الناس اللي مش فاهمه مش قاريه تاريخ. بكل بساطه الامريكان ارسلوا انذار للدول الثلاثه اللي هي بتاعت العدوان الثلاثي، قالوا انذار انهم لو ما انسحبوش. ده الكلام ده لاسباب دوليه وحاجات تعقيدات في السياسه معقده. طبعا امريكا ارسلت لهذه الدول انهم لابد ان ينسحبوا من سيناء، والناس كلها يعني بيستغلوا بساطه الشعب وسذاجته انهم بيقولوا ان احنا انتصرنا في حرب 56. وده ادى بعد ثاني لعبد الناصر في مسألة إن هو يطلق حريته تطلقون حريته في مسألة الزعامة والشعارات وحرب اليمن اللي هي جابتنا ورا.
يعني دي كلها كل التاريخ بنقول للتاريخ وصارت الأقنعة والتاريخ لا يكذب أبدًا. يعني يبقى طبعًا يعني فرق في فرق بين الديكتاتورية والحرية والديمقراطية، وثم تجيء النكسة يكون مكر الله قد حل على نظام عبد الناصر. وشُفنا الفرق الرهيب بين عبد الناصر والسادات. يعني شوف هنتكلم عن السادات في نهاية هذه الحلقة. يعني فرق كسام الأرض يعني. طبعًا عبد الناصر كان برضه قبل الثورة كان ليه انتماء للإخوان، وسبحان الله بعد ثورة 52 قلب على الإخوان بشكل بربري فيه وعذّبوا فيه ونكّل بيهم والمسلمين عمومًا يعني والإخوان حتى، الشيوعيين حتى، نكّل بيهم تمامًا. في السجون الحربية والتعذيب ده شيء يعني أنا باشبّه الناس اللي هم ينتقدوا السادات بالابن العاق الذي يبر يعُق والده أو والديه بشكل فيه آآ ظلم أو والدين وبهتان وعدم ده شيء كُلّه بيقولوا إنه الوطن والتاريخ لا يكذب عليه. يعني برضه نشوف وسبحان الله يعني في مكر الله مش بس في النكسة. الراجل عبد الناصر بعد ما مات يعني حصل حاجة إن المجاري تطرح على قصته ويسمعنا كل شوية ونشوف ضعفه وذله بعد 67 بعد ما انكشفت السماء المصرية العدو كل شوية يروح غلط وبتاع ضربوا حائط الصواريخ. يعني ده مكر الله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ضربوا حائط الصواريخ بقت سماء مصر مكشوفة من العدو. حصل مئات القرارات استهدفت يعني ده كلام عايز برضه تاني مرة أقول إن الناس اللي بيعادوا السادات وبيحبوا عبد الناصر باشبههم بالابن العاق. شوف بقى السادات لما جه طوال الحكم يعني هنشوف بقى إزاي ربنا مع يعني عايز أقول حاجة إن في التوراة التوراة الناس اللي هي دارسة في التاريخ وكده التوراة فيها جملة يعني طبعًا يمكن الناس اللي هم متعمقين جدًا في التاريخ وفي الأديان مقارنة الأديان. في جملة في التاريخ في التوراة بتقول ما حدش يعرفها كتير. أنا باقول دي حاجة جديدة وظهرت زي ما حدش بيحصل تحتيها فقط بيحصل يعني لغط عليها وكده. طبعًا في جملة بتقول: "ويجيء إليكم فرعون في آخر الزمان كي يلوح بالسلام فتقبلوا هذا السلام لأنه فيه رضا الله سبحانه وتعالى." أنا باترجم بطريقة يعني مش حرفية، لكن هذا ما قالته التوراة. وبالفعل ظهر الحق وزهق الباطل. مات عبد الناصر وجه السادات ادى الحرية. الناس بتتكلم وهو أعتقد إن هو أصلًا كان قاصد إن هو في مخرج غريب ودهاء مدعم من رضا الله سبحانه وتعالى وقدرته ومكره. إن هو قاصد إن هو يبان بشخصية مهزوزة أو كده قدام الإسرائيليين حتى لا يظنوا أو يفتكروا إن هو مش هيحارب. والصورة دي ترسخت في وجدان الإنسان المصري قبل حرب أكتوبر. وإذا بالرجل يخطط في صمت وصبر جنب تاريخ صبر فظيع، صبر أيوب يعني صبر جميل على الناس دي اللي جابها الداخلية كلها وكده. يخطط في صمت بالنسبة للمعركة. عمل حاجة تاريخية اسمها إعجازية اسمها الخداع الاستراتيجي. هو صاحب الخداع الاستراتيجي وهذه هي كلمة السر في النصر. يعني شوف بقى جه حرب أكتوبر اشتداد القرار وفي ناس بيزايدوا على الثغرة اللي هي حصلت بسبب خطأ من السادات. لكن لو قارنا الثغرة بالنكسة والثغرة لم تفرق مع الجيش في حاجة ولم تفرق مع المصريين أو الناس دي في حاجة. لأن في النهاية استرداد الأرض حتى لو ما كانش بالمفاوضات الاستردادية النبية بعد كده في مسألة طبعًا شوفوا المبادرة بعد كده مبادرة السلام. وزي ما قُلت التوراة فيها جملة بتقول: "يأتي إليكم فرعون مصر في آخر الزمان يعرض عليكم السلام فاستقبلوه ورحبوا به لأن هذا فيه فلاح البشرية وخير البشرية." دي كلمة باقولها للتاريخ والتاريخ لا يكذب. مقارنة فظيعة بين نظام ديكتاتوري ونظام فيه حرية.
الناس مش واخدة على الحرية، والناس اللي اتكلمت بعد السادات ما مات، وحتى يعني بتتكلم لأن دي ناس يعني بتخاف الشيشة، يعني ادّي الحرية. وشوف أبسط مثل ده، شوف سنة 78 الراجل من ديمقراطيته الرئيس المؤمن الراحل السادات، من ديمقراطيته وحبه للحرية، شوف عمل لقاء مع الناس الطلبة اللي هم بينتقدوه دايمًا، يعني مواجهة وجات على الهوا يعني. يعني ده شيء أكيد لم يحدث في تاريخ مصر، إن زي رئيس دولة والمعارضين يتكلموا بكل وضوح وكل حرية. وهُم دول اللي هُم عبد الفتوح اللي هو الراجل بتاع كان رئيس اتحاد الطلبة وقتها، اللي اترشح بعد كده لرئاسة الجمهورية، والصباحي، حسين الصباحي برضه، دول كانوا لسه طلبة. يعني في مشهد جميل للديمقراطية، واستغلّوا أعداء السادات فيه، بإنهم بيصطادوا في المَيّة العكرة، يقولوا كذا وكذا، يعني ده قلب الحقائق، وده هو الزيف بعينه، المهتم بعينه، والناس بتعض الإيد اللي اتمدت لها. أنا باشبّههم كالإبن العاق. يعني نشوف بقى السادات تاريخه، راجل بقى يعني دخل السجن بسبب في حالات نادرة في مقاومة الاحتلال، كان السادات أحد أبطالها، ودخل السجن. ولم يك ولا مش آسف مش مسألة بس إن هو في السجن بقى استغل وقته يعني كرجل يعني هو كويس جدًا، استغلّه في دراسة اللغة الألمانية، في قراءة القراءة، ويعني وجاء التأييد الأكبر من المولى سبحانه وتعالى عندما قدر يهرب. ونشوف لمّا هرب يعني هرب السجن، اشتغل حاجات ما يعني مُذلّة يعني، اشتغل مش عارف سواق واشتغل شيّال، راجل اتمرمط، وده كلّه إعداد من الله سبحانه وتعالى ليكافئه في النهاية بأنه أصبح رئيس مصر الذي يقود الأمة إلى النصر. كان ده كلّه الكلام كلّه نتكلّمه عن إزاي الفرق بين الحق والباطل، وقُلنا إزاي الفرق بين الزعيم العالمي والزعيم المحلي، الزعيم المحلي السادات، الزعيم المحلي عبد الناصر ورئيس هذا النظام السيسي، الناس دي يعني ناس محليين. الفرق بين الزعيم المحلي والزعيم العالمي، الفرق بين المطرب المحلي والمطرب العالمي، بل والفنان المحلي والفنان العالمي. يعني شوف برضه دي كلمة التاريخ، ويعني وشبّهتهم باللبنان وخاصةً هيكل. دي بقى نقطة التحوّل الرهيب في مجرى التاريخ عالميًا، وليس بس في مصر، لكن عالميًا بمسألة مبادرة السلام. يعني بعد هذه المبادرة الراجل راح في قلب إسرائيل ومنطقة قوة، بيذل اليهود اللي هم فاكرين إنهم أسيادنا وكده، ذل اليهود، وهو يعني خلّى اليهود يمنحونا صاغرين أرضنا، ويعتذرون لنا عن المآسي والمجازر اللي ارتكبوها في الحروب. صلّى في القدس، من قلب إسرائيل قال الحق، وإحنا جايين من منطقة قوة عايزين أرضنا. شوف الانقلاب الرهيب اللي حصل في الرأي العام العالمي والمصري. هنشوف يعني رد فعل عكسي تمامًا من الأبناء العاقين. العالم رحّب بهذه المبادرة، ومن ساعتها أصبح السادات رمز للسلام ورمز للأخوة. رد فعل عكسي في مصر، الناس الحاقدين اللي هم الجرذان الذين يختبئون في الجحور ظهروا، كانوا يستغلّوا هذه النقطة، يقول لك راح الصهاينة واستسلام ومش استسلام. رد فعل رهيب بين الناس بين العدل والظلم، الحق والباطل، الناس الغربيين الفاهمين، أمريكا وأوروبا مش هنقول إسرائيل برضه يعني أمريكا وأوروبا احترموا السادات، و4 مجلات عالمية نشرت صوته على الغلاف في سنة 78 رجل العام، واحترام العدو اليهودي للسادات. يعني ويعني ده يعني نشوف الفرق الرهيب بين بالذات وعبد الناصر. وللأسف الناس تمجد عبد الناصر، تمجد الرجل تمجده رغم كل شيء. وفي مجموعة خاصية أنا نظرتها اسمها نهضة الزعيم، كان الإعلان موجود أهو، بتحدث عن يعني شوف يعني المجازر والمآسي اللي حصلت في عهد عبد الناصر. دي كانت إنصاف للتاريخ باقولها في هذا الكتاب.
يعني باشرح بيه الوضع في علاء عبد الناصر. أنا برضه باشبّه الناس اللي هم هاجموا السادات بابن العقل، يعني والجرذان اللي بتخترق فيه جوهرها كانت تصطاد فيه آآ الماء العكر، ده اللي شُفناه بعد النكسة، وشُفناه في ثورة يناير. ده كُلّه كلمة من التاريخ، التاريخ لا يكذب. والناس اللي هي بتتهم السادات اللي هو الراجل الذي منع الحرية، الناس اللي منع الحرية هنشوف حاجة مفارقة تاريخية، وعبث الأقدار وسخرية الأقدار في سقط كبير للإسلاميين، الذي كان موقفهم من السادات ده موقف جبن وضعف. الناس اللي خرجوا من السجن وعمل لهم حزب سنة 76 حزب الإخوان المسلمين، عضوا ليه اللي امتدت لهم وقاموا بالتخطيط لاغتياله في كذا مناسبة. وفعلًا اختلوه في حاجة اسمها عبث الأقدار وسخرية القدر، شيء برضه بنضيفه للناس اللي هم عمنا الفتوح والصباحي. الناس عضّت إيد من دول، والراجل عمل الديمقراطية والحرية، يعني ثاروا عليه وخرجت الجرذان من مكامنها بعد اغتيال السادات، وصارت الأقنعة وظهرت الوجوه القبيحة ذات الهيكل. والناس دي كلمة تاريخ بننصف بيها الرجل. وكفاية إن جمال بعد ما توفى المجال بتطرح على جثمانه كل شوية، وشُفناه إزاي كان مرتعش ومرتجف بعد النكسة. ويعني ده شيء يعني الناس لازم تفهم ده، ولازم يعني ده كلام باقوله ليه في يعني فضفضة فيها يعني إحقاق الحق وإزهاق الباطل. ده كله التاريخ قال كلمته. ويعني ده الكلام كله باقوله، وإلى هل بلغت وما فشلت، أنا هل بلغت وفشلت، والسلام عليكم ورحمة الله على